مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. نسهلها بالعناوين. افتتاح مهرجان الإريتريين في إيطاليا. مدرسة المحاباة الفنية تخرج دفعة من طلابها. الدكتور مانيل يقول أن قلة النوم يضاعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. أهلا بكم. افتتح سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد فسحسين بطرس يوم السبت 27 من يونيو المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في إيطاليا تحت شعار صمودنا ضماننا. شهد مراسم افتتاح معرضا للصور بعنوان هل كنت أعددته لجنة الإعلام الإيطالية يعكس مسيرات الإريتريين في المهجر ضد الحظر. تخلل الحفل برامج فنية بفنانين بارزين ذهبوا من إريتريا. خرجت مدرسة محاباة الفنية اليوم 143 طالبا وطالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. قال مدير المدرسة الأستاذ سفازجي أبرهان أن الخريجين يتوزعون على التخصصات التالية: 24 في الميكانيكا، و23 في البناء، و25 في الكهرباء، و23 في الإلكترونيات، و24 في المجاري، و24 في النجارة. من جانبه أوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معاشر قبل تنسيم أن وجود قوى عاملة متحضرة يلعب دورا جوهريا في النمو الاقتصادي للبلاد، وذكر الخريجين بالمساهمة في برامج التنمية مع العمل على تطوير مهاراتهم المهنية. وتسلم الخريجون المتفوقون الجوائز من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة خالصة ميكائيل ومسؤولون آخرون. خرجت مدرسة محاباة الفنية التي بدأت نشاطها عام 1997 مع مجموعه 5321 طالبا وطالبة في 25 دفعة وفي مجالات دراسية متنوعة. وعلم بأن 5 مدارس فنية ومدرسة زراعية أخرى للموسيقى تشرف عليها وزارة التعليم ستخرج مع مجموعه 730 طالب، بينهم 295 طالبة هذا العام. استكمل أعضاء الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والعاملون المدنيون في مديرية بريخ تنفيذ برامج حفظ المياه والتربة. وأوضحت سكرتيرة الجبهة الشعبية في المديرية السيدة رهوة قالت أن البرنامج ينفذ وفقا للتوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة والهيئة المتخصصة بالغابات والحياة البرية، ويجري تنفيذه منذ يناير 2026 في 12 إدارة الضاحية و21 قرية. وأضافت أن البرنامج يشمل كذلك إعداد مواقع لزراعة 4000 شتلة على مساحة 5 هكتارات. من جانبه أفاد مدير مكتب الزراعة في المديرية السيد ماجور منقساب بأن المواطنين المنظمين في فرق عمل تشارك في حملات طوعية تمتد حتى 5 أيام أسبوعيا، مشيرا إلى أن المديرية وضعت خطة لغرس أكثر من 350 ألف شتلة خلال موسم الأمطار الحالي، مؤكدا أنه تم توفير مختلف المعدات والوسائل الزراعية اللازمة لإنجاح البرنامج. وأضاف أن مديرية بريخ تمكنت خلال السنوات الماضية من نيل الجوائز السنوية التي تمنحها وزارة الزراعة، معتبرا أن ذلك يعكس مستوى المشاركة الشعبية الواسعة في برامج حفظ المياه والتربة. وأكد المشاركون في الحملة من جانبهم أن البرامج التي يشرف عليها المختصون تعود بفوائد مباشرة على المجتمع، مجددين التزامهم بمواصلة المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط التشجير وحماية البيئة. كرمت الجمعية الوطنية للمكفوفين المعلمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في تعليم ورعاية الطلاب في مدرسة أبرهة بهتان للمكفوفين على مدار 40 عاما. وفي حفل أقيم يوم 26 من يونيو صرح مدير المدرسة الأستاذ قبرس جابير جبريسوس بأن المدرسة بدأت بعدد قليل وتستقبل حاليا 130 طالب من المكفوفين القادمين من جميع أنحاء البلاد، وأن الأعضاء المكرمين أدوا دورا مهما في هذا الصدد. وقام ضيف الشرف رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع الجنرال فيليبوس والديهونس بتسليم الشهادات والجوائز النقدية للمعلمين ومقدمي الرعاية المتميزين.
قدم العاملون في مؤسسة الأسماك والمؤسسة البحرية بمدينة المصوع دعما ماليا بلغ 54 ألف نعم تم توزيعه بالتساوي على 7 أسر من أسر الشهداء. وأوضح مدير الإدارة والمالية بمؤسسة الأسماك السيد فصوم زكرياس أن الأنشطة التطوعية التي ينفذها العاملون بصورة منظمة تمثل مصدر ارتياح وواجبا وطنيا، مؤكدا العمل على تعزيز هذه المبادرات مستقبلا بصورة أكثر تنظيما واتساعا. من جانبه أشار مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان إلى أن حجم المساندة المقدمة لأسر الشهداء تشهد نموا مستمرا، معتبرا أن ذلك يجسد ما يكونه المجتمع من تقدير ووفاء للشهداء وأسرهم، ويعكس روح التضامن والتكافل المتجذرة بين المواطنين. أوضح الدكتور مانيال جبرتنسي من المستشفى كرن أن قلة النوم يضاعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض، وقال أن قلة النوم أو كثرته قد يكونان سببا في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسمنة والتوتر، ولأنه يرتبط أيضا بصحة الدماغ يكون له تأثير كبير على الإنتاجية. وحول الفوائد الذهنية والجسدية للنوم ذكر أنه يحسن الذاكرة والتركيز ويعزز الإبداع والتعلم، ويرمم الخلايا التالفة ويوازن الهرمونات في الدم وينظم صحة القلب والدورة الدموية ويحافظ على قوام الجسم، وذلك بأن عدد ساعات النوم المناسبة ليلا يختلف باختلاف العمر، مضيفا أن من تجاوز 20 عاما يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات، ومن تراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما يحتاجون إلى ما بين 8 و10 ساعات، والطلاب يحتاجون إلى ما بين 9 و12 ساعة، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى أكثر من 12 ساعة. تخصيص وقت محدد للنوم والاستيقاظ وممارسة تمارين خفيفة قبل النوم وتجنب الشاشات والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات المنبهة هي بعض العادات التي يمكن أن تساعدك على التمتع بنوم هادئ. ووضع بوجود علاقة بين قلة النوم والمكيفات، مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو الأرق هم أكثر عرضة للإصابة والإدمان، في حين يعاني المعتادون على المكيفات من قلة النوم. وقال إن النوم عملية حيوية تتألف من 4 مراحل. المرحلة الأولى هي النوم الانتقالي الذي ينشط الدماغ، والثانية هو النوم الخفيف، والثالثة يحسن الذاكرة، والثالث من النوم العميق الذي يعزز صحتنا الجسدية ومقاومتنا للأمراض، والرابعة هي المرحلة التي تحافظ على الصحة النفسية والذهنية العامة. فاصل نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع داخل إيران، مؤكدة أن العملية جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدفت سفينة الشحن تجارية. من جانبها أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الغارات الأمريكية التي استهدفت نقاطا على السواحل الجنوبية للبلاد، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ طهران بحقها في الرد. وأعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع تمركز القوات الأمريكية في المنطقة، في حين أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن الهجوم الأمريكي وقع رغم استمرار المفاوضات بين الجانبين، معتبرا أنه يمثل انتهاكا متهورا لوقف إطلاق النار، ومتوعدا بأن الولايات المتحدة ستندم على هذا التصعيد. ويأتي هذا التطور في اليوم العاشر منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 120 يوما على اندلاع الحرب، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة. أعلنت حكومة بوركينا فاسو قطع العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا، مما يعمق قطيعة مع القوة الاستعمارية السابقة بعد سنوات من التوتر المتصاعد في العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات الأمن والسيادة والتدخل الأجنبي. وقالت الحكومة في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي إن حكومة بوركينا فاسو تعلن للمجتمع الوطني والدولي أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا بأثر فوري، وتكافح الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تمردا مسلحا أودى بحياة الآلاف وشرد الملايين خلال العقد الماضي منذ انطلاقه من مال المجاورة. وقال وزير الاتصالات عبر التلفزيون الرسمي إن الشروط الأساسية لتعزيز العلاقات القائمة على الاحترام والثقة المتبادلين واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسيادة الوطنية غير متوفرة.
نفذت كوبا تدريبات عسكرية في عدد من مناطق من البلاد ضمن أنشطة يوم الدفاع الأسبوعي بمشاركة وحدات من القوات المسلحة ومواطنين مدنيين وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية. وفي محافظة فيا كلارا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة هافانا، أجرت وحدات من الجيش تدريبات تكتيكية شملت الرماية بالمدفعية والذخيرة الحية ومناورات ميدانية في مركز دراسات الجيش المركزي. وتواصل السلطات الكوبية تنظيم هذه التدريبات بشكل أسبوعي منذ عدة أشهر، مؤكدة أنها تأتي في إطار رفع الجاهزية الدفاعية في ظل ما تصفه بالتهديدات المستمرة باحتمال تعرض البلاد لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة. أجرى رئيس الوزراء الصيني لي جيانغ محادثات مع رئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمان في بكين، مؤكدا استعداد الصين لتعزيز الثقة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الجوهري، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أعمق في المستقبل. خلال المحادثات أكد رئيس الوزراء لي جيانغ أن الصين وبنغلاديش جارتان تربطهما علاقات صداقة وثيقة وتاريخ طويل، وأكد دعم بكين الثابت لاختيار بنغلاديش مسارا تنمويا يتناسب مع ظروفها الوطنية ودعمها المستمر للحكومة الجديدة في البلاد. إلى جانب المجالات التقليدية من المتوقع أن يعزز الجانبين التعاون في الصناعات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والأرصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. نهاية النشرة، إليكم أهم ما جاء فيها. افتتاح مهرجان الإردرين في إيطاليا. مدرسة المحابرة الفنية تخرج دفعا من طلابها. الدكتور مانيل يقول أن قلة النوم يضاعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض. تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب ضربات أمريكية. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وكوبا تنفذ تدريبات عسكرية واسعة بمشاركة الجيش. انتهت النشرة، إلى اللقاء.